سامي صوراني، انولدت بالعراق. طلعت من العراق سنة 1950، رحنا لإسرائيل. بإسرائيل ظلينا تقريبا 14 سنة. درست بالجامعة العبرية بيروشلايم، حصلت BA بالإيكونوميكس، واشتغلت بالحكومة هنيك. عقب جينا لكندا سنة 1963، اشتغلت بالحكومة من كندا 38 سنة، وطلعت بنشن صار لي سنتين. اوكي راح نحكي، تفضل. اوكي. يهود العراق عندهم تاريخ كلش طويل. العراق هي أول مهجر بالدنيا بالتاريخ من الإنسانية. الهجرة بدت 586 قبل الميلاد، من نبوخذ نصر هجم على يروشلايم وطلعهم كل السكان من يروشلايم وأخذهم إلى بابل. قبل الهاي الملك مل آشور سنحاريب هجم على شوميرون وأخذ اليهود كلهم إلى شمال العراق. كان سنة 700، يعني حوالي 100 سنة قبله. اليهود خطر يوصلون إلى بابل يراد عبرون بادية الشام. كانت كلش صعيبة، لأنه أولا حارة بالنهار وبيغدي بالليل، أكو أشكال ناس حووين يأكلون أوادم، طيور تأذي، حيي بالأرض وعقيرة. بالنهاية اللي وصل حسب البايبل قالوا 50,000 واحد وصلوا إلى بابل. قبل 10 سنين حزقيل النبي وصل إلى بابل، وكان جروب صغير من اليهود من يروشلايم سوى صلاة، أول صلاة بالدنيا اللي كانت هي تقليد للبيت المقدس. قبل ما كان الصلاة عند اليهود بالأرض المقدسة. ليش؟ أشكال كانوا 2-3 بالسنة كل ذول الغيان والفلح يجيبون هديات إلى يروشلايم يطلع لهم للكهنيم، والكهنيم يسوون كل المراسيم الدينية تنغاد بالمعبد. ما كانوا يعرفون ايش معناته وايش يسوون، يذبحون ويصحون بالموسيقى. قالوا اكو حسب البايبل 4000 كوهين كانوا يصحون بالموسيقى قبل ما تبدي الريتشولز. بس وقت اللي وصلوا البابل كانوا هم تيهين، ما عندهم وين يروحون، ماكو فد محيط كلش جديد، ولو المحيط كان الأراضي خصبة وكو بساتين وكو أشكال جناس، بس هم غربة. الخطوة اللي أخذها حزقيل سوى أول إصلاح. وهاي الإصلاح شلون انبنت ببابل صوب الحلي. ويا لذول المهاجرين كان الملك اليهودي طلعونه كأسير، وهذا الملك شال على كتفه من يروشلايم كيس بينه غمل. قال نصه يريد يدفنونه ويانه من يموت، ونص الآخر سوونه الأساس مل الإصلاح. والإصلاح سماها حزقيل كهيلا كدوشا، يعني فتشي مقدس، خاطر يدخل بمخهم للأوادم بأنه ما خصونه للبيت المقدس وخلصت، بس غاد يخلق ببطنهم فنواة من الكوميونيتي، واحد يساعد الآخر، يتعاملون سوا. اللغة بل الحكي كانت هذاك الوقت لغة أرامي. العبراني ما كانت لغة ملحكي أبدا. الأرامي كانت international language، لغة بكل الدنيا مقبولة. لا هذاك الوقت نو قبلها قبل يعني الفرس. اليهود اللي انسبوا البابل كانوا يحكون بالأرامي ما كانوا يحكون بالفارسي. لا بالعبري ما كانوا يحكون بالعبري أبدا، بالأرامي، لأنه المخطوطات اللي لقوها ببابل سنة 1900 حوالي 50 هيك، راحت حفريات من إنجلند حفروا لقوا مخطوطات من اليهود مكتوبة بالأرامي، ما مكتوبة بأي لغة بالعبراني. وكذلك أول شابتر بالكتاب من نحمية
اللي يوصف بينه شلون راح يروحون يردون يبنونه البيت المقداش عقب ما أخذ رخصة من الملك مال إيران مال فارس، كان مكتوبة بالأرامي كلمة بكلمة لقوها. طبعا لقوا أشكال أجناس حكيات. كان مثلا إذا ناخذ كتاب من التاريخ كان اكو بنك، اليهود اللي جو من هاي كانوا عندهم بنك ببابل، وهذا البنك ما كان بس يتعامل فلوس ما فلوس، كان يحوي دوكيومنت. مثلا لاقوا قسم من الدوكيومنت ماله، دوكيومنت اثنين اللي عبرتوا عليها من كنتوا بيروشلايم قددس. واحدة منا عائلة خطيت تبني ولد، وطلبوا الحخاميم بلا ذاك الوقت قالوا ينغادي يثبتون عندهم فلوس خطا يقومون يقدرون يربون للولد. راحوا خلوه الفلوس بهذا البنك، وكان في الاجريمنت اللي مسواي. يعني مثل هسه يعني مثل هسه you want to adopt قال لك how can you afford it؟ عشان تقدر المجن هاي قبل 2600 سنة. ثاني دوكيومنت فد واحد قشطري لمراته من صاير سوار، والسوار بينه الماس. الفلوس خلاها بالبنك، لما هذا الصار يجي يغويهم هذا السوار سوانه مليح والالماس ما يوقع منه، وبعدين يطلع له الفلوس. هاي كانت شيء عجيبي. هذا البنك داوم 400 سنة عقبة الفرس خلصونه. اليهود مال الشمال شمال العراق الكردستان مثلا او صفح كركوك، من كان الرئيس مالهم؟ النبي دانيئيل هو كان النبي مالهم. هو الكتاب ماله فتشي كلش يغويك الفكرة ماله ايش راح يصير، وتنبأ خطر بأنه المملكة مال بابل راح تنهاجم والفرس يتغلبون عليها 50 سنة قبل ما يكون هيك شيء. اليهود الموجودين بذيك المنطقة هم أزيادهم تركمان، يحكون تركماني، ما يحكون بيها كم كلمة عبراني باللغة مالهم وكم كلمة أرامية، بس الأساس من اللغة تركماني. يعني هم يفرقون عن يهود الكرد يحكي أرامي أزيد حكيوا أرامي، هذول يحكون تركماني. والشكل مالهم ما شكل طوال فير كومبلكشن، يعني بيهم شعر أصفر بيض، غير شكل الطريقة من الحياة مال غير شكل. أصل من وين؟ قابل هم جيل من تركيا، من يهود طلعوا من إسبانيا، وما حد يعرف ليش ماكو كلمات إسبانية بالحكي مالهم، كلمات تركمانية. وين هذا بتحكي؟ على الكركوك، صح كركوك. مو اكو تركمان بصفح. بس سمي لازم هم التركمان جايين من هيك كلهم جايين وياهم يعني. قابل ما حد يعرف زين. نرجع على بابل. القاد عندهم بس أرامي. نرجع على بابل. عقب ما سواها للإصلاح وقلم لليهود، جمع من الكتابات مال التوراة، خاصة الخمس كتابات مال موسى، جمع وين ماكو فد جود اكسبريشن، فد جملة حلوة اللي تخلينه الواحد يفتكر المستقبل، بأنه ما ساعة الساعة اللي يعيش بيها وهو ما عنده وين يروح وخلصت الدنيا. دائما خطأ يخلق فد شيء جديد، أمل للمستقبل. بعدين الواحد لاخي جانبي لاخي اسمه عزرا قال له هذولي التوراة بس هذول الكهنيم اللي جو يعرفوها على الغايب، ايش يصير هذول الكهنيم يروحون احنا ما بوليتنا ومن يعلم هسه الناس التوراة، لذلك قاعد نقعد ونكتبها للتوراة. سالم ما كلامك يعني التاريخ يقول بذاك الوقت ببابل ما كان اكو التوراة مكتوبة، كلها على الغايب، كلها عفوا. حتى بإسرائيل كانوا بس يعرفوا على الغايب، كل جيل يعلم الجيل اللاخي يحفظها، وشكل من جيل لجيل من أب لابن يتعلموا التوراة على الغايب. يعني قنقلة بيت المقداش ما كان مكتوب، ما كان كل تورة مكتوب. جاء عزرا قاعد يكتبها للتوراة على ايش يكتبوها؟ فتشين كوشر، كتبوها بدو على جلد مال غزلان وعلى جلد مال كالف، أجل.
بيش كتبوها بحبر اللي هو دهن نبات مخلوط ويا السوت. بس الصعوبة أشكون إذا يكتبها بالحروف العبراني اللي كانت معروفة بإرث إسرائيل كلش صعيبة، كيف كلها دوارات. سؤال سوى استعمل الحروف مال الأشوريين. العبراني مال اليوم الكتبي الحروف هاي ما عبراني، هاي حروف أشورية اللي هو استعملها خطأ يكتبها للتوراة. وليش؟ لأنه هاي الحروف كلها سكويرز يقدر يكتبها بلا ما يسوي أسهل. هاي واحد. اثنين شيء القلم ما يكتبوا هيك الزمونه هيك من طرف ايش؟ خطأ لا تلتاخل وجهه، وكل ما يكتب كم سطر يروح يغسل، لأنه هيك الحبر يوسخ. وصارت هاي فد تراديشن من هذاك الوقت كتبوها للتوراة يغاد يلزموا القلم هيك، ويغاد كل سطر يروح يغسل وعقبه يجي يغسل يكتبوا للآخر. For the record قول هسه القوي يعني القلم يلزمه قول انت شلون in his hand but vertically so that the point comes out vertically in his whole palm. in his whole palm. هادشي تعرف ايش راح اسوي؟ لان قاعد اخذ لك صورة anyway. الصورة هذا قلم والزمه هيك واخذ لكم صورة شو اسمه كسبيكرز هيك. Very good. Very good. So that's illustrated now. We illustrated it on 14. تفضل. Okay. Now عقب نبوخذ نصر اللي جمل لجاء ابنه كان أزيد لينين أزيد سعد من اليهود، لذلك سوى خلانه للرئيس من اليهود يكون مثل ما تقول protectorate، هو يحكمهم لليهود but reporting to him under his وقام وظيفته يلم فلوس تاكسز ويطلعه لابن نبوخذ نصر. ابن نبوخذ نصر ما كان كلاي قوي مثل ابوه ولا كان ظالم. الإيرانيين عيونهم دائما على هالمنطقة لأنه منطقة كلش خصبة بالموارد الطبيعية بالزراعة بكل شيء. هجموا واحتلوها. من احتلوها قام أسوا اليهود. هو وصل الملك الفارسي إلى بابل، جابوا له الكتاب مال دانيال، قالوا له عاين قبل 50 سنة هذا النبي اليهودي يتنبأ أنت راح تغلب وراح توصل المملكة مالك للبحر، يعني بحر تحتل إرث إسرائيل همي. هذا فرح وقام كلش حبل بطرف لأنه يدونه زين. هذا يدونه ما يخالف. ايش غير دوم هسه اليهود؟ كان واحد اسمه قام يخلي بيها موظفين كبار بالكورت ماله، واحد منهم كان اسمه نحمية. الوظيفة ماله كانت كبيرة، اشكون هي؟ يذوقوا للأكل قبل الملك لكن خلى بينه سم. فد نهار الملك صح له نحمية قال له قد عينك شوي مقهور ايش قطيت؟ قال له الحكي بها وبها إرث إسرائيل جاء نبوخذ نصر هجمها وما عفيش، ليش ما احنا ساعدنا ونبنيها نبنينه البيت المقدس من جديد، ومن نبنينه هاي لك بأنه راح تكون عندك أوادم يدوك ونيكي والمكان يصير مالك. هذا عجبته الفكرة. كتب هذا declaration يعني أمر الكل الحكام بالطريق يطعون فلوس نحمية يروح يبنينه للبيت بيت المقدس من جديد. واحد من اللي كانوا ويا اليهود العراق اللي جو كبريزنر بالجالوت كان هوشع الكوهين مدفون هسه بالبغداد. هوشع الكوهين كان تعرف اي منطقة بغداد؟ ايه بالكاظم نفسه. ايه صوبها الكاظمين. ايه كاظمين ونيكي مدفون هوشع وداير مدار القبر ماله كثير قاونين مدفونين، إنه هذول اللي كانوا رؤساء مال اليشيبة ونيكي مدفونين. هوشع هو ديسندد حفيد النبي سامويل، راح ويانه خطي يخلي الكورنر ستون مال البيت المقدس الجديد، بس رجع البغداد. نحمية ظل بنادوا البيت المقدس كانت كلش صعيبة خطي ينبني.
هسه أتساق مني صارت عينه على الأرض المقدسة، وهاي ألكسندر المقدوني الجريك جاء احتل الإيرس إسرائيل ومشى من تركيا من اليوم إلى بغداد. ألكسندر كلش عجبته بابل ما كانت بعد. ألكسندر كلش عجبونه اليهود، كلش صار impressed النظام مالهم، الحياة مالهم. وتعاين بالتلمود كثير حكايات كتبيها على ألكسندر. يوم من الأيام يمشي واحد من الحكام ماله وعاين فد يهودي شايب قيزاع نخلة، كان يقول له هاي النخلة انت راح تعيش خطوة تاكل من الثمرة ماله؟ هذا الشاب اليهودي صفن عليه قال له أجدادي زرعوا نخلة لأنا اليوم قد أكل منها، وأنا قد زرعها خط أولاد يأكلوا من هاي النخلة. You know, there are so many كثير anecdote like that which is very nice. ألكسندر راح على إيران قاعد يهجم الإيران، بالواقع حطم الإيران بس شكوا كان ماليريا ومات بالماليريا، وعقب ما مات تقسمت الامباير إلى أشكال أجناس الضباط ماله. اللي صار حاكم على العراق كان فد واحد قاسي بس عمل اليهود مليح، وأول شيء نسوانه أخذ 200 عائلة من يهود بابل اللي هم شباب عندهم قوة، هم وعائلتهم أخذهم إلى تركيا حتى يكونون حرس الشرف، وسووا أول إصلاح بتركيا بآسيا الصغرى. ونيكي وقت ما بين كلامك أستاذ طارق بدك في الوقت من جاء ألكسندر بعدهم يحكم بالأرامي، بعدهم كله بالأرامي، كله بالأرامي. ما تعلموا غير لا. عقب ما راحت القوة من الحكم اليوناني، الإيرانيين جمعوا قوتهم وهجموا احتلوها للبابل من جديد. هسه لزموهم اليهود قالوا لهم انتم كنتم تعاونوهم لذوك ضدنا، قام سووا فشكل قساوة ضدهم، قال لهم بعد ماكو فري اوتونومي، يعني انتم ما بكيفكم تحكمون نفسكم ينغاد حاكم إيراني يحكمكم. 3 يهود، واحد اسمه مرسوترا واثنين اخوته معه من اهله، سووا مثل ثورة، قام الحاكم الإيراني الزمهم وصلابهم. كانوا أول يهود بالدنيا اللي انصلبوا for political cause. زين، وهاي انصلب صدق يعني كان مثل جيزس. هاي كانت البانشمنت. صلبوهم هيك. هذاك الوقت الشعب كبرت اليشيبة اللي سوا، كانت 3 يشيبوت كبار، واحدة بومباديتا اسمها صوب فلوجة كان اسمها باليوناني بومباديتا، والأخي السورة صوب الحلي، وواحدة شوية أبعد نهر ديع معناتها بحر العلوم، نهر ديع knowledge، the river of knowledge. هاي كان من هاي 3 كان الرئيس ماله اسمه جاون، يسمونه جاون، الرئيس ماله هو spiritual leader جاون، ويسوي كل الحكايات اللي تنغاد خطر الجالية ماله. زين، بهذاك الوقت واحد منه كان اسمه مار سامويل جاون، هذا من عاين صار الوضع من اليهود كلش صعيب جوا ايد الفرس، قام جاء بفد فكرة جديدة. الفكرة ماله كان فتشين اللي بدلت تقريبا التاريخ من اليهود. اولا قال يراد ندخل بالاصلاح مالنا فد صلاة للحاكم من الولاية، نقول خلي يكون قلبه طيب ويحكمنا على حق. واحد قالوا ليانو للملك الفارس، قالوا له احنا كيف راح ينطاف يخلونه شوية يقل من القساوة ماله. هذا كان مار سامويل اسمه، كان ما بس فد رجل ديني بس كان عنده حكايات كلش كثير بغير فيلدز. مثلا هو هم كان دكتور، لأنه يدرس باليشيبة، يدرس أسترونومي، يدرس هاي. جاب فد فكرة اللي كان فد شيء كلش ما حد صدقه ذاك الوقت، بس هسه احنا نصدقه. قال الوجع ما يصير كيف
عين راعة وما فيش، الوجع يصير اكو فد شكل مخلوق يعبر للجسم بواسطة الماء الهواء او الاكل وما حد يطيق يعينه. فهذا السبب بل الوجع. لو هدم بس يحترمونه صدقوا، بس قالوا هاي اشوف في كلمة عيننا طبعا عقب 1000 سنة لوي باستور بالميكروسكوب ماله قال نفس الشيء. حكيت له اخي ايش قال خطأ احنا نقاوم ويكون نبقى بالتاريخ كيهود، ينغاد نهتم للإديوكيشن لفتح تعيط صداعات، يعني to develop the tree of knowledge. therefore الإديوكيشن باليشيبة تكون ببلاش، الكوميونيتي ينغاد هي تدفع خطا دول يدرسون. وكل ما الواحد كانوا الطريقة مال الدرس ماله هي نفس الطريقة اللي أكسفورد يونيفرسيتي تستعملها، مو يجي المعلم بس يحكي وهاي يسألون سؤال ويجادلون كلته argument وطاف يكون participation من كل تقول شلون they study وياكم كان on a different level of knowledge. that's why كلهم يتبادلون الآراء مالهم. حكيت الأخ اللي كلش مهمة قبل هاي الفترة ما كان زويج عند اليهود. ايش كان؟ بايتشيني كلته لتالي بايتشيني ما كان زويج. مثلا second temple ما كان رجال يقدر يروح ويا مرة يقضي ليلتين وعقبه باي باي، ماكو كل responsibility. جاء هذا قلم هاي ضد الدين. ليش؟ لأنه إذا رجال راح ويا نسوان اثنين، واحدة جابت ولد والأخ جابت بنيتي وذول يكبروا وعقبة تلاقوا سوا، أنت أخ يتزوج أخته وهاي ضد الدين. لذلك غادي يكون فدشين اللي يسوي حدود لكل شيء. خلق الزويج وخلق الكتبة ذاك الوقت هي نفس الكتبة اللي نستعملها اليوم، وهاي الكتبة تعطيها حقوق للمرأة وتغوي الواجبات من الرجال. الرجال ما عنده حقوق. قال المرأة هي الكورنر ستور الحجر الأساسي من العائلة، والعائلة هي أساس المجتمع. هاي فتشين كلش جديد was novelty ما حد كان افتكر علينا قبل. كلها معصرة كلها هوية. الجواب اللي أرسلك بذاك الوقت كانوا يحكون أرامي طبعا أرامي يعني ما تأثروا بالفرص. لا أبدا. بعدين الحكايات تورطت وكل مشوار نوبة يجي المناذر والغساسنة النصارى. اثنين النصارى في الجماعة نفس العشاء. هذولي من صار الدين النصراني قبل هاي بدوا كثيرين يصيرون converted. قبل أول ما صار ما كانوا يعرفون فرق أشكون يهودي أشكون نصراني، كانوا يهود ونصارى بنفس الهاي السلايس اللون. 200 سنة عقب صارت الكنيسة، 200-300 سنة صارت الكنيسة، انفصلوا وبطلوا الحكايات كلها، كل شيء قامسهم كان شباك الأحد أشكال الناس بدلوها. بعدين الحكم الفارسيين كانوا هم above فوق المناذرة، يعني المناذرة كان مثل ما تقول بروتكتوريت. هذا الفارسي ما عجبه هيك ذول يكون كلش فينينت وإيزي ويلا وادم. قال لما الحاكم يغاد يظلم، إذا ما يغوي ظلم هو ما حاكم. ليش؟ لأن الوادم ما يبدون يخافون منه. قام السوا طيارة من المناذر والغساسنة وخلى واحد هو مسؤول فارسي. بالوقت جافت واحد فارسي كلب ابن كلب. هذا الفارسي قام السوا كان يقلم هو يعجبه بنات صغار، يروحون يلموله يدوروا من يهود ما يهود بناتات عمرها 14 سنة هيك شيء. he spent the night with her وعقبه يقتلها الصباح قبل ما يقطع له راسه ويفرونه الجسم ماله عنده مثل جاردن مال وايلد انيمالز يقطعوهم وياكلوها. واذا قاموا اليهود السود اللي اختلل بنته لزموها العائله كلها يفروها لذول الحواوين ياكلوهم. قاموا السود
واحد يكسر له رجله البنت وخطة تصير عرجاء بعد ما تصير شيء ما ياخذوها، لا يحرق له ايده، من هالحكيات. زين هذاك الوقت ما شافوا له جو اثنين كان حخاميم لحية طويلة وهاي، قالوا احنا جينا من ايرس اسرائيل. باقي اليهود كانوا عندهم خوش فلوس هذاك الوقت، ودائما كانوا يحوها بذهب. الرجال كل السيفنج ماله كل شيء يوخره سوارات لمراته مع فيش خط من طرفيش، اذا يصير وقتها وينهزمون ذهب وياهم يقدرون يبيعونه بكل مكان. زين هذا جو هذولي قالوا احنا جينا من ايرس اسرائيل and we have a mission، جينا مطافة غاية، خطر ايش؟ خطر ناخذكم نرجعكم لإرس إسرائيل على جناح النسر، ما مكتوبة بالكتاب مال حسقيل راح يرجعكم. هسه الوقت جاء، دول يفرحوا خلصهم من موت. زين ما شافوا إلا ذولي وينهم قيجون، لا هذا يعزمهم وهذا يعزمهم كبود خطر يعزمون هيك ذشكول. قالوا له هسه دقل لنا امتى يجي النسر؟ قالوا طب هسه نقلكم بالضبط. جو عليهم فدنها قالوا لهم النسر راح يجي اليوم، كل عائلة نسر، بس شكوا انتم كل عائلة عندهم 10 نفرات 12 نفر، نسر خطا يحملكم ويحمل الذهب مالكم ما تصير، جيبونه للذهب مالكم كل واحد يلفه بلفه يكتب اسمه، احنا ناخذها على النسر مالنا يمشي لقدام وانتم خلفنا ونوصل لإرس إسرائيل، نوصل ليروشلايم كل واحد ياخذ حصته وتصيرون فرحانين. وش ينغاد من المسا تطلعون على السطح وتغطوها نفسكم بخاولي أخضر خطا النسر يعاينكم ويجي ياخذكم. هذول فرحوا طلعوا الفلوس مالهم وهاي وطلعوا للسقف قصدونوا للنسر. صار الصباح ما جاء، ثاني نهار ما جاء نسر معه، خصوا الذهب فرغت الجيوب كان بعدهم جايين إرس إسرائيل. كان كونمن من ذاك الوقت. هسه بالفترة كانت حوالي سنة 614 جو الإسلام. By that time الساسانيين كانوا. إيه الساسانيين كانوا كلش يظلمون بهم لليهود. جو الإسلام اليهود يدوهم وقاموا يحاربون وياهم ضد الفرس. قالوا 6000 يهودي انقتل بس تعاونوهم. زين جو الإسلام من الرئيس من اليهود؟ حكم شيخ اسحاق. تذكر بغداد شيخ اسحاق الموصلي هو كان القاون. بقى من جاء حكم على بغداد بالغاز عقب ما ذولي المنصور ما فيش. بغداد بنوه اليهود ما الاسلام بنوها. اليهود طلعوا من بابل وعبروا بكل ال30 مايل اكو بين بابل بغداد هم يبنوها. يعني بنوها قبل المنصور، يعني كانت شوية مبنية. كانت مبنية قبل الإسلام، قبل ما يجي المنصور ويقول يسميها عاصمة، لأنه هالقد حلوة بنوها وهالقد حدايق وهاي. قال سرة البلاد the belly button of the world. هاي بغداد سماها من جاء أبو جعفر المنصور. الخليفة علي عينوا وزير الشيخ اسحاق، طعنوا لقب الشيخ وقال له أنت تكون مسؤول عن اليهود، وطعنوا لقب يمثل النبي داود في ديوان علي بن أبي طالب، وبنفس الوقت هو التريجرر همي، يعني أمين صندوق كان يسموها. زين بكلامك ليش يسمونه الموصلي؟ يعني ما نعرف. وبهالفترة اليهود كانوا يحكون آرامي، بس قانون الآرامي والعربي والعبراني من البايبل هاي كلها the same family. تعال الجرامر كلش يشبه، بعض كلماتها من نفس الشيء. نبات يعني غير شكل، نبات تعني exactly the same. اليهود صاروا كلش يعجبهم العربي وقاموا يكتبون، صار شعراء بالعربي يهود، والعربي صارت قد تعبر باللغة مالهم من هذاك الوقت. بس تعاين بالآرامي كثير كلمات طلت فارسية، مثلا قل شبايا هاي كلمة فارسية معناتها a body with 4 legs، هاي معناتها بالفارسي شبايا. بعد سنجين أو زنجين،
سنجين بالإيراني وأنت ثقيل، يقولون شاي سنجيل شاي ثقيل. زنجين عنده فلوس loaded with money you know. so هاي كلها فارسية. كلمات تركية جتن بعدين أخذوها اليهود you know بالحكي مالهم، لأنه أشكوا تعاين اللغة يغاد تكون دايناميك، تقبل فكرة جديدة. تقبل فكرة جديدة يغاد يختلق كلمة. مثلا هسه بإسرائيل يخلقون كلمات بالعبراني اللي ما لها وجود you know. خطر بس أشكوا وصل من هون صارت كلمة عبرانية وقامت تستعملوها بالعبراني. وذات الوقت ما كانت، قام كلمات أجنبية they assimilated you know. باقشة you know. بنجرة you know. منين كانت هاي كلها أجنبية. بارشم is a Mongolic word means front عبرت باللغة مالهم. زين هذا الشيخ إسحاق كان من يروح للديوان يمشون قباله ميوزك انه to announce he's coming to the هاي. كلش حبوا علي بن ابي طالب. زين هذول اليهود يوم الجمعة يحضرون الاكل للشباب يخلونه على التيرة you know. هذول الاسلام يمشون الجنود على الحصونة ماله، يعاني اشتم الريحي ياخذه للقدر وينهزم. قاموا اليهود ظلوا بلا اكل، راحوا عند الشيخ اسحاق قالوا نحكي بها وبيها، قام ظل بلا اكل ايش نسوي؟ راح الشيخ اسحاق قال له علي بن ابي طالب نحكي بها وبيها. علي بن ابي طالب سوى فتوى قال مسلم ما ياكل اكل من اليهود. ما قال ليش بس قال الهاي مسلم ما ياكل اكل من اليهود you know. زين بوقتها هالقد ما اليهود صاروا يعني حبوهم للإسلام والإسلام حبوهم اليهود. الإسلام قالوا لهم عليش انتم كل واحد يشيل سلاح ويدافع على نفسه، جيبوها الأسلحة عنا دفعوا لنا فلوس and we'll take care of you. هاي بدت الجزية you know. الجزية وهاي per capita على الغاز اللي عنده هالقد عائلة على كل نفر يدفعون فلوس والإسلام يحكمهم. بس هاي كانت غلطة لأنه راحت القوة مالهم وصاروا ضعاف كلش. زين أقبى علي بن أبي طالب مات وشيخ إسحاق فات. هذول العلماء قالوا هذا ليش قال ما يصير ناكل أكل من اليهود؟ لازم تكو فت سبب غاد ندور فت سبب تكو قالوا يهودي نجس. مثلا وقت سبونا يهودي نجس ما يصير تاكلون أكل من اليهود. إذا قد تنطر الدنيا وقيمش يهودي غاد تبتعدون لكن تنزل النقطاي عليكم وتتنسون. بيت من المسلم إن كان يكون أعلى من ترى ماله الحائط من اليهودي، وعلى الحائط من اليهود غاد نسوي صورة من الشيطان حتى تعرفون هذا يهودي. والرجال يهودي غاد العمامة ماله تكون صفراء، والمرأة يهودية غاد تلبس نعال أصفر حتى نعرف ونتنجس منه ونبتعد منه. وعقبة الأسلام من ولاية لولاية صارت اتطورت يهودي نجس. ومثلا بالموروكو كلش كثير اليهود تأذوا من هاي السياسة. أسا إذا يهودي يمشي قبال جيمة ما يصير يمشي على رجوله، يراد يمشي على إيده ورجله. and it was a pleasure to kill a Jew. يعني هاي كانت فد شيء ونسة خطر يقتلون يهودي. وحتى واحد توريست معه بهي السنة فرنساوي كتب قال المعاملة اللي عاينتوهم عاملوهم لليهود قال خليني أسايل نفسي هذولي الشعب المختار هيك اختارهم الله خطأ كذا عذاب you know. ذين عقبة العباسيين جو الحسين جو الكربلاء كانت كلها يهود. كربلاء يهود، النجف كان يهود. حسين بعثوا له مكتوب للحسين قالوا له خليه يجي يصير ملك وبالطريق قتلوه سأسلوه اللي شيتوا لكربلاء. وعقبة اليهود قالوا لهم هذا الدم من شو يسمونه من النبي ايش نسوي هيك تصير؟ قالوا سوينا غلطة نروح ندور على الغاس. راحوا شد لهم 40 يوم خطر يجيبونه للغاس ودفنونه وسووها من ذهب المنارة ولا يبين كان سيارة يهودي عندهم في بيبيعوا له سوالي عرض كل ذهب. وصار من هذاك الوقت التقاليد مال الشيعة. بقى الشيعة
عبرت جنوب العراق والإيران، قسم قليل من باكستان، والباقي كله السنة. هاي جو وقت العباسيين جو تغلبوا واحتلوا هذول العراق. كان غير هذول الخلفاء وهاي هارون الرشيد الوقت ماله كان وقت من البروسبيريتي. البروسبيريتي معناتها ما كان لا جوع بالدنيا ولا هاي، وهو يتبذل فلوس الصباح اكو هاي. يقول لك كان عنده 12,000 قفطان، يلبسون القفطان يصلي وما يلبسونه بالاخي. عنده 10,000 سرج، عنده 12,000 بوت، وكل بوت بينه مكان خلي يحشك بينه سيف، وكلتهم بينه جواهر. عنده 12,000 مخدة، واحد يخلي رجله عليها، واحد يقعد عليها، واحد يخلف ظهره. ويستعملها نوبة نوبتين، ما يستعملها نوبة الأخي. هذا توسع. عنده الرئيس الديوان ماله، يعني كان رئيس وزارة، قال له يغاد واحد يدير باله على الفلوس. قال له إيه أنا عينته فلان. قال له هذا يهودي، ما تعرف أنا أكرههم لليهود؟ قال له يور ماجستي أنا ما أكرههم لليهود، بس اليهود هم أحسن أوادم يعرفون شلون يتعاملون بالفلوس. سو خلونه هذا البنك ماله داوم 400 سنة هم هذا. وهو صهره يهودي اسمه ابن ناطيرة، كان كلش جينيس بالفلوس. اولا شين السوال وحكيات اللي هسه اليوم نستعملها، بيل اوف اكسشينج، حواله، هاي هو اخترعها، ما كانت قبل اذا واحد يراد يدفع فلوس صغير ولا يراد يحملها حمول ويوديها. هذا قال لا، وصله وقع عندنا فرع ونيكي، هو للوقع وذاك يعطيها للفلوس. حكيت له بروميسري نوت كومبيالا اصلا ما اعرف الكلمه اصلا اشكون. بروميسري نوت هاي هم هو مخترعها. وبدأ يسوي فروع من البنك ماله، فرع بالأهواز، فرع بسوسان، سوسن العاصمة من الإعلام، كل هاي كان فروع من البنك ماله. داوم البنك ماله 400 سنة لما جو المغول وقضوا عليهم. عقب هارون الرشيد كان عنده ولدين، الأمين والمأمون. الأمين ما كان كله مثل حيوان، صار عقب شوية المأمون سوى مؤامرة وطيرونه. المأمون كان أمه عجمية وأبوه هارون الرشيد. الإسلام هذا نص عربي، ما نريد نأمن بينه. المأمون كلش آمن باليهود، تعلم عبراني وخلى رباه يعلمه تلمود. imagine وذاك الوقت كان اليهود من أحسن الوضع مالهم. ومن كان الرئيس مال اليشيبا؟ سعديا جاون. بعد هي في 900 وصول. بين 800 بين 900. سعديا جاون. سعديا جاون كان أبوه عراقي، المولود هو بمصر. هاي اليشيبوت ما كانوا يتخرجون منه الستودنت، كانوا يعينوهم يبعثونه، هذا لا يبقى الصلايسي رباي. أبوه بعثونه الفسطاط المصر صوب كايرو. من بدت الهوسة قيردون يجيبون رباي. العراقيين بيناتهم الربانيين موجودين قاموا يخافون، هذا ما يريد يصير وهذا ما يريد يصير. ليش؟ صار زنقنين كلش كثير. زنقنين هم يدفعون فلوس خطر لليشيبا والهاي، قاموا يردون their policy. ماكو واحد يقطع يوقف قبال ويقول لهم انتم غلطانين. كلهم يخافون انه ما ياخذ فلوس، ما يطعهم فلوس. جوب فتوى قالوا لهم احنا على ايش يوم يصبح نروح نصلي والشباب نروح نصلي، نعين واحد ندفع له فلوس وراح يصلي بمكاننا وهاي. ونفس الشيء هو يستفاد واحنا نستفاد. ايش يسوون؟ كان فد واحد يهودي رباي كلش كبير، جو عليه قالوا له خلينا نسويك رباي، انت تصير القاون. هذا رفض، قالوا له نعطيك لقب مأورها جولا، يعني the pride of the diaspora. هذا رفض سببين. اولا
قلم هو ما له حق ياخذ هذا اللقب. ليش؟ لأنه he was born blind. قال blind اسمونه مأور يعني ضوى، لوادم ما يصير عندهم ثقة بينه، بس هي بالأصل خاف ما غاد يكون بيدم لذولي. وهذا كان هالقد الفكرة ماله متقدمة، كان يعرف كم نوبة بالبوك اوف جينيسيس مكتوب ألف، كم نوبة مكتوب باء، كم نوبة مكتوب كل حرف كم نوبة موجود، فشي بس هو أعمي. قالوا ايش نسوي؟ جابونه سعادية قاون. سعادية قاون اشلون انشهر؟ سعادية قاون انشهر لأنه كتب ضد القرائم. تعرف الحكيمة القرائم؟ جابونه سعادية قاون واحد تاف قلم ماكو هيك شيء. عين الصلاة نسوان قاعدين بالفوق بناء بالمحيط افتر المحيطة وانقوسب. قال هاي متصير إذا أنتم تريدون تكونون يهود غد to be involved in worshipping. ماكو واحد يقعد ويقول خلي يصلوا لي، غد كلكم تصلون. النسوان قال بالتورا ما مكتوب ما يصير تسوي براخة بالباسوفر. سو ترجمة للشتاخة للعربي قال النسوان يتعلموها خطا يشتركون بالباسوفر. وشوي شوي قام يريد involvement يعني يشتركون بكثير حكايات دينية النسوان. ما بين كلامك من ترجمة للعربي ترجمة العربي الفصيح للعربي العامي. لا عربي العامي. عربي العامي. زين عندنا ايفيدنس اللهجة مالنا هشو كانت بذاك الوقت نفس اللهجة مالنا هسه تختلف؟ كلهم يحكوها بالعربي لو بالعربي العامية. أنا قريت الكتاب ماله Doctrine and Belief من سعادة قاون عربي نحوي. هو الكتاب ماله. هاي الشتاخة نقاها تقريبا ما كلها نحوي بس تقريبا حكي عادي. هذا الكتاب ماله عربي نحوي. بس حتى هو كان يقول لك ويحكون بالعامي. حتى كان يقول لما قلتونه بس يقول لك وعندهم يعني الراء حرف الراء إلى الضاد تو واي. رايت غا. ما يقول طبعا ما تعرف ايش كونه لأنه ما كان. والجمال غا. جمالهم يقولون غا بالعبراني من القلم. بعغلا يقولون ما يقولون بعغلا إلا اكو دوت. والتاثا التاء بلا دوت. مثل ما احنا هسه. فما والمغول طبعا خلوا ما كانوا اسلام ولا ما عندهم دين. لا فهم خلوا واحد ايش اسمه سعد الدين الدولة ايش كان؟ لا اولا جاء جنكيز خان. هولاكو عند البغداد. هولاك اثنين هذا ابنه. ابنه حفيد. ابنه. وعقبه جاء تيمور لانك بالنهاية قتل باليهود لما قال بس. وصل البغداد. وصل البغداد. بالي هولاكو هو لا هولاكو كان ويا اليهود. هو اللي عينه سعد الدولة. هولاكو لا هو عينه. جنكيز خان جاء اشلون جاء البغداد؟ هذول العرب ما صاروا كلهم بشوات ما حد يحارب. قاموا ايش يسوون؟ يجيبون من عبيد من اواسط اسيا ويضربوهم. هذول خلصت ايش قاعد يقدرون يجيبون؟ قالوا نجيب العشيرة كلها يجيبوهم البغداد يعلموهم يسووهم اسلام ويعلموهم يتحاربون وراي. ما كان يخلوهم سامراء. هاي بدون سامراء. هذول يسوون انقلاب. الانقلاب يسوون خلونه للخليفة بس فيجر هيد وهمي كلها بيدهم. سمعوا المغول قيجون هذول يعرفون شكون المغول طلعوا من الولاية. جاء جنكيز خان احتل الولاية وهذا الملك في ذاك الوقت المستعصم مع في المستنصر كلش دوني كان ويا اليهود. الزموا اشلون اقتلوا؟ طمسوا الشتو بالسيلان وعلقونه بالهواء وجابوا كوامز ضبير دار ما ديروا وخلصوا. اخبا عرف ايش قد وحش. عقبه قال كل واحد يعرف يقرا ويكتب انا قد اعزمه على عشويه. العشويه مطروسه سم كلهم ماتوا.
قال انفرد كلهم بدجلة، كلهم بقى. كان ذاك الوقت ابريل بالربيع، التيار قوي تفاعل وما ظلوا خطا يصير امراض، تفاعل هاي غاد قال هاي اشكو المدرسه المستنصريه، كتابات ملفوفه، خطش لوادم يتعلمون يزنجوا له شيلوها كلها فرقوها بالبحر بدهر دجله. كان في واحد كتب مسلم كان يقول دجله تبدل لونه، صار له احمر من الدم له اسود من الحبر. كيف المكتبة. الأخ ايش كتب؟ قال الجول مغول العصر الإسلامي غاب الشرق، يعني أفلت نجمه، أفلت بعد ماكو طلع الأخي، خلصهم للعرب الفلسفة والهاي كلها راحت. جنكيز خان أقبل راح جا هولاكو كان younger and fighter، توجع. من يجيبوا له دكتور؟ سعد الدولة كان دكتور، كان يهودي بالأهواز كلش مشهور. بالأهواز إيه. سوانو مليح، قالوا ما طول هيك سوانو رئيس الديوان قام ايش يسوي؟ قال له عين الاسلام ناخذ امر من يهودي منين حلال؟ إيه. قام بالموصل خاصة كلهم الادمنستريشن كلهم يهود، الكركوك البصرة كلهم يهود، بس قطعان يهود. هذول الإسلام منين يقبلوا الهاي؟ سووا الحركة الهاي مال اسموهم الحشيشيون، الحركة من الحشيشيون. هذاك الوقت أساسين من هذاك الوقت أسسوا الحشيشيون، ياخذوهم أولاد صغار يشربوهم حشيش، يغوهم صورة قبالهم بل شوف من يقدرون يقتلون ولبس الجبة ماله ولاي، ويخلوهم إنترانس يضل ينون ويطعنوا خنجر قلهم بفلان ساعة يطقوا يقتلوا. وهالشكل بدوا الحشيشيون، من ضمنهم قتلون سعد الدولة. وقت السمع هولاك وكان مريض قال صحوا له سعد الدولة، قالوا له انقتل، هو مات. غابوا العرب عن اليهود، قتلوا بهم خاصة بالموصل، وخلوهم بعد ما يصير يهودي ما عندهم مقبرة، دفنوهم لمياتي ببيوتهم.